فهد قال قبل شوي انه الاتحاد لا يمكن يخسر في الجولات الاخيره، الاتحاد صار له سنتين يخسر في الجولات الاخيره. قلت من الصعب. محمد شوف شيء مو قلت انه حتى مساله السنه الماضيه خسر في الجولات الاخيره واللي قبلها خسر في الجولات الاخيره وطلع من الدوري. انت ملخبط. لا، عادل المرضي اللي قالها. والله فهد انا متابع. انا قايل ان الاتحاد لا يمكن انه لا يخسر. مش لا يمكن، صعب انه يخسر في الجولات الاخيره، لا التركيز لا، يكون عالي. لا فهد يا اخي قال لو ينهزم المباراه قال صعبه. قلت لو ينهزم المباراه والثانيه تركيز بسرعه عالي. الدوري. لا قال تركيز عالي يا اخي. انت انا برجع وارسل لك بحساب روقي اطلب الفار. انت قايل له ينهزم. لا ذاك السبب مليانه في المقرر. خلاص يا رجل يا اسمحوا لي. خلاص بنرجع للفار بعدين 20 ثانيه. انا قلت لي انه الاتحاد ضمن الدوري ما ادري كذا سؤال. لا قبل لا هذا كلامك قبل. لا هذا هو الحلقه الاولى قبل قالها. طيب. من الصعب الاتحاد يخسر لانه احنا في المباريات الاخيره قلتها ولا ما قلتها؟ التركيز عالي جدا في انا والله ما سمعت. الموسم هذا عكس الموسم الماضي. الموسم الماضي انتكس في اخذ الامتار الاخيره، لكن هذا الموسم انت اقتربت من لقب اهم واصعب دوري في تاريخ الدوري السعودي يقوده العالميه باذن الله. الدوري ما زال في الملعب. رقميا منطقيا الدوري ما زال في الملعب. خساره الاتحاد امام الهلال وهي خساره متوقعه بحكم انه التقوا في هذا الموسم مباراتين فاز فيها الهلال. من 5 أو 6 سنوات الاتحاد ما استطاع الفوز على الهلال، ومساله فوز الهلال ممكن تكون نسبه كبيره جدا. حيقلص الفارق الى نقطتين في حال فوز النصر على الطائي.